تشييع جثمان الفنان العراقي ياس الخضر الذي سطر حزنا كبيرا على جميع الشارع العراقي والعربي، وسط حالة من الحزن الشديد على جميع كل محبي الفنان صاحب البسمة العالية محبوب الجماهير، وانهيار الزوجة وقت تشييع الجثمان الفنان الشهير ياس الخضر الذي أحزن الجميع وأبكى الملايين وأبكى زوجته وإغماءها وقت تشييع الجثمان. أحزن كل الشارع العراقي بأكمله، والملايين طلبوا لها أن يرحم زوجها وأن يغفر له ذنوبه، وسط حالة من الحزن الشديد في وقت الظهر تشييع جثمانه حزنا عليه وقت التشييع، وسطر حزنا كبيرا على جميع الشارع العراقي بأكمله خبر وفاة الفنان ياس الخضر الذي أحزن الجميع والملايين الشارع العراقي بأكمله. إنا لله وإنا إليه راجعون. الفنان العراقي الشهير ياس خضر وانهيار زوجته وقت التشييع صدم الملايين والجميع، لن تصدق ماذا وجدوا في فتح باب المقبرة. وجدوا شيء غريب داخل قبر الفنان ياس الخضر، سطر حالة من الحزن الشديد على الجميع قبل الوفاة. يوم حزين للفن العراقي، وفاة الفنان العراقي ياس الخضر، وسط حالة من الحزن الشديد على الجميع الشارع العراقي حين وجدوا داخل القبر ابتسامته. كانت الصدمة العارمة على الجميع الشارع العراقي، ولن تصدق ماذا وجدوا قبل فتح باب المقبرة. وجدوا شيء على الباب مكتوب: لا تنسوني بالدعوات، إن الدعوات رزق إلى الميت والحي. في يوم حزين على العراقيون توفي الفنان ياس خضر الملقب بصوت الأرض ليلة الجمعة عن عمر هذا 85 عاما بعد ساعات من وفاة الشاعر العراقي الكبير كريم العراقي. ونعت نقابة الفنانين العراقيون الفنان ياس خضر الذي توفى في بغداد أثر مرض عضال. وذكر بيان للنقابة تلقته وكالة الأنباء إنه ببالغ الحزن والأسى تناعي نقابة الفنانين العراقيون رحيل أسطورة العراق صوت الأرض الفنان ياس خضر، والذي وفاته المنية مساء هذا اليوم في بغداد أثر مرض عضال، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان. وقبل أيام تراجع الوضع الصحي للمطرب العراقي ياس خضر الذي كان يرقد في المشفى منذ حوالي الأسبوعين الماضيين، وسط حزن كبير على الجميع والملايين الشارع العراقي بهذا الخبر المبكي والصادم. والجميع طلب له الدعوات له بالرحمة والمغفرة. ويعود المطرب ياس خضر ركيزة قوية جدا من ركائز الأغنية العراقية الأصيلة، حيث له المئات من الأغاني التي لحنها ملحنون عراقيون وعرب، وبات معظم أغنية تعد من روائع الغناء العراقي الأصيل، لأنه كان يحرص على غناء الأغاني الطربية، الأمر الذي جعل أغنية تحظى بشهرة كبيرة داخل وخارج العراق. وهو حتى وقبل دخوله إلى المشفى خلال أزمته الصحية الأخيرة كان يأتيها لتسجيل 3 أغاني جديدة. ويمتاز المطرب ياس خضر بتعاونه مع الملحنين الشباب، حيث يجب التنوع من أعماله الغنائية. وسطر حالة من الحزن الشديد على الجميع الشارع العراقي بأكمله الفنان الشهير ياس خضر الذي بات في عقول الشارع العراقي بعد الخبر الوفاة الذي سطر حزنا كبيرا على الشارع العراقي بأكمله. والفنان ياس خضر ومن أبرز أعماله الفنان المحبوب جدا الذي توفي بأثر مرض عضال، توفي وترك بصمة كبيرة في الشارع العراقي بأكمله، والحزن عم على الجميع والملايين وكل من عرف هذا الخبر المبكي والصادم. وحين فتحوا القبر وقبل أن يذهبوا
دخلوا إلى القبر وجدوا علامة مكتوبة على باب القبر: لا تنسوني بالدعوات، إن الدعوات رزق إلى الميت والحي. الفنان العراقي ياس خضر الذي توفي أثر مرض عضال سطر حزنا كبيرا على الجميع. وتوفي اليوم صوت الأرض الفنان العراقي الكبير ياس خضر بعد صراع طويل مع المرض. ونعت نقابة الفنانين العراقيون الفنان القدير الذي توفي في بغداد أثر مرض عضال، وذكر بيان لنقابة تلقته وكالة الأنباء: إنه ببالغ الحزن والأسى نناعي الفقيد الفنان الشهير العراقي رحيل صوت الأرض الفنان ياس خضر، والذي وفاته المنية مساء هذا اليوم في بغداد أثر مرض عضال، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان. وتدهورت الوضع الصحي للمطرب العراقي ياس خضر في الفترة الأخيرة، حيث انتقل إلى مستشفى ابن سيناء المتخصص بأمراض القلب في العاصمة بغداد، وتم نقله إلى مدينة الطب ببغداد بسبب انتكاس حالته الصحية ومعاناته من نوبة قلبية حادة. والفقيد الراحل من مواليد العام 1938 بدأ رحلته مع الفن في ستينات وسبعينات القرن الماضي، وعمل مع كبار الملحنين العراقيون منهم محمد جواد عموري وطلب القرغولي وغيرهم. ومن أشهر أغانيه البنفسج وآه يا ليل، أنا دليت نار الحب، أجمل يوم، وداعا يا حزن على شط الفرات، وأغنية مسافرين. وسطر حالة من الحزن الشديد الفنان العراقي الشهير ياس الخضر الذي بكى الملايين. وفي يوم حزين سطر حزنا كبيرا على الملايين والجميع الفنان والمطرب العراقي ياس الخضر الذي أبكى وسطر حزنا كبيرا على كل الملايين والشارع العراقي. كان رجل طيب محبا جدا، يحب الفقراء والمساكين، وكان يعطف عليهم من نفقته الخاصة في الخفاء، ولن كان يعلم أي أحد بهذا العمل الذي كان ينفقه من نفقته الخاصة. وكان يذهب إلى المرضى والفقراء من ذو الإعاقة التي سطر حزنا كبيرا بعد رحيل الفنان ياس الخضر الذي أحزن وأبكى الملايين عليه. وطلب الجميع الشارع العراقي الدعوات له بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة على روحه. وفاته أحزنت الجميع. وحين ذهبوا إلى المقبرة الفنان الكبير الفنان العراقي صاحب البسمة العالية محبوب الجميع الفنان العراقي الشهير ياس خضر، أحزن وأبكى الملايين عليه بقوة، وطلبوا كل الشارع العراقي الدعوات له بالرحمة والمغفرة وقراءة الفاتحة على روحه. وفاته أحزنت الجميع وأبكت الملايين، وسطر حزنا كبيرا على الجميع حين رأوا من الخارج القبر على بوابة القبر وجدوا شيء غريب مكتوب على باب القبر: لا تنسوني بالدعوات، إن الدعوات رزق إلى الميت والحي. وحين دخلوا باب القبر وقت تشييع الجثمان وجدوا ابتسامته داخل القبر، سطرت حزنا كبيرا على جميع الشارع العراقي والعربي بأكمله. وطلبوا كل محبي الدعوات له بالرحمة والمغفرة. كان رجل طيب محبا يفعل الخيرات إلى جميع الشارع العراقي من الفقراء والمساكين، وكان يعطف عليهم من نفقته الخاصة في الخفاء، ولن كان يعلم أي أحد. وحين وقت التشييع حين وجدوا على باب القبر مكتوب: لا تنسوني بالدعوات، إن الدعوات رزق إلى الميت والحي، كانت الحزن العارم على الجميع. وحين وجدوا ابتسامته داخل القبر كانت الصدمة العارمة على جميع الفنانين العراقيون والمشيعين له. كان رجل طيب محبوبا جدا، والعالم العربي يحبه
وجدوا بطيبة قلبه وحسن تعاملاته مع الجميع الفنان ياس خضر الذي أحزن وأبكى الملايين والشارع العراقي بأكمله. إنا لله وإنا إليه راجعون. الفنان القدير ياس خضر الذي أحزن وأبكى الجميع حين وجدوا مكتوبا بخط اليد: لا تنسوني بالدعوات إن الدعوات رزق إلى الميت والحي. ووقت تشييعه وجدوا ابتسامته داخل القبر، سطر حزنا كبيرا على المشيعين والجميع الشارع العراقي بأكمله.